السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهاردة انتشر فيديو كده لشاب عنده حوالي 25 سنة تقريبا، ان هو انتحر. يعني هو سجل فيديو، لا او عمل لايف تقريبا على فيسبوك، وكان في اللايف بيقول ان هو خد حبات غلة. الغلة دي هي حبات مسممة بالنسبة للبني ادم، يعني هما بيحطوها في الاراضي الزراعية عشان مش عارفة يعني تقتل حشرة معينة، حاجة زي كده، يعني بيستخدموها المزارعين يعني. فبس هي حاجة مسممة زي مبيد حشري تقريبا يعني، فهي بتبقى عبارة عن زي حبوب أو أقراص يعني. المهم هو سجل، قصدي عمل اللايف دوت، وقال ان هو قال في اللايف ان هو اخد حبة او حبتين تقريبا، وبيقول كمان ان هو مش مسامح كل اللي ظلمه. الشاب يبدو عليه ان هو متدين، يعني هو عنده لحية وشكله متدين كده، ويقال ان هو كان شخص متدين يعني معلش، واحد متدين ينتحر اللي هو اكبر ذنب اصلا، يعني الذنب اللي ما بعدوش توبة لانه بيبقى مات خلاص. فده لما واحد متدين يعمل كده، امال الناس اللي ايمانها ضعيف بقى، او اللي هي يعني ماشيه في الدنيا كده ملهاش دعوه بالدين، استغفر الله العظيم يا رب، دي لما تقع في مشكله، يعني الناس اللي ايمانها ضعيف كده دي لما تقع في مشكله تعمل ايه؟ لما المتدين يقرر ان هو ينتحر، يعني هو بيقول في الفيديو ان هو مش مسامح كل اللي ظلمه، معناها ان في ناس ظلمته يعني. طب يعني هل انتحاره مثلا هيفيد الناس دي في ايه؟ يعني قصدي هيضرهم في ايه؟ انت مش مسامحهم، ده ضرهم في حاجه؟ ده الكلام ده بقى يوم الحساب يعني. لكن هو طول ما هم عايشين بقى، او طول ما انت يعني انت انتحارك ما اذاهمش هم في حاجه يعني. ليه البني ادم بيكرر القرار ده؟ بيكرر ان هو ينهي حياته عشان مثلا مديون، عشان في ناس ظلمته، عشان والشخص ده برضو يقال ان هو مديون يعني. هل المديون لما بينتحر هو كده بيبقى شايف ان هو خرج من المشكلة مثلا؟ طب ما هو الدين ده اهلك هم اللي هيسدوه عنك بعد كده، يعني اكيد صاحب الدين مش هيسكت. الشخص اللي مدينك مش هيسكت، ادام كان بيطالبك وانت عايش هيكمل مطالبة بالدين بتاعه لاهلك. يعني انت كده سبت اهلك. يعني انا بستغرب جدا على الناس اللي بتقرر تنتحر عشان مش عارفة تحل مشكلة. هو موتك هو اللي بيحل المشكلة؟ بالعكس انت بتهرب وبتسيبها لأهلك. طب ده يعني بحس ان ده يعني مش عايزة اقولها، بس ده صعب انك ليه تمشي وتسيب اهلك لوحدهم هم بقى اللي يحلوا المشكلة اللي انت المفروض كنت سبب فيها مثلا او طرف فيها؟ ما تقعد مع اهلك وتقعد مع الناس وتحاول توجد حل للمشكله. يا سيدي لو ما فيش حل خالص خالص، برضه هو الانتحار مش هو الحاجه اللي ممكن تخرج المشكله، مش هو ده اللي هينهي المشكله. بالعكس ده ممكن يزودها. يعني انا بقول ان اي حد عنده اي مشكله سواء كان دين او ايا كان هي ايه، خلاص انت ما عرفتش بقى تحلها، خلاص يعني الدنيا وقفت بقى وخلاص، انا مش لاقي لها حل، مش لاقي باب اخبط عليه، خلاص اقعد بقى كده واستنى. والله لو المشكله دي اخرها حبس مثلا، خلاص اتحبس مثلا. اخرها مثلا انك تمشي من بيتك، امشي واقعد في الشارع، اقعد واستنى حل ربنا بقى. انا رايي كده يعني. انت اي شخص قبل ما يفكر انه ينتحر عشان خلاص الدنيا ضاقت بيه، الديون كترت، الظروف صعبه، الناس وحشه، ما توصلش لدرجه الانتحار. يعني خلاص انت مش لاقي حل، اقعد وسيبها على الله. بس انا بستغرب يعني، يا رب استغفر الله العظيم يا رب، يبقوا شباب يعني سن 20 و25 و30 سنه ويفكر ينتحر. طب سعادتك يعني امال الناس اللي عندهم 70 سنه وشافوا ياما مشاكل وزي ما بنقول كده ياما دقت على الراس طبول مثلا، اما ما فكروش في الانتحار وسابوا الدنيا يلا بقى زي ما تيجي. والله اللي عرفنا نحل المشكله عرفنا، ما عرفناش خلاص هنعمل ايه؟ طيب ما احنا مش صحراء يعني، خليها بقى زي ما تيجي، سيبها على الله، لكن ما تفكرش تنتحر. يعني انا وحياة ربنا انا بحاول افكر ايه اللي ممكن يوصل بني ادم انه يقرر خلاص النهاية بقى خلاص. طبعا دي
بتبقى هي دي اللي اتقال عليها لحظة شيطان فعلا بجد. دي اكتر حاجة ممكن اطلق عليها الكلمة دي، لحظة شيطان. الشيطان يوسوس خلاص، يقعد يقول لك بقى ان مفيش حل واخلص من الحياة ديت، ويلا الناس كلها جاية عليك وانت مظلوم، ويقعد يعني يقول لك كلام حتى يمكن انت ما فكرتش فيه، بس هو يملى لك بيه دماغك بقى. مفيش يعني يعني الشيطان مش دقيقة دقيقتين يملى لك دماغك بالكلام دوت، تحس ان خلاص الدنيا اسودت ومفيش حل. خلاص تروح شايف ان الانتحار اسلم حاجة بقى، اسلم حاجة للهروب. انت بتهرب بس مش اكتر، لكن لا بتواجه ولا بتفكر في حل مشكلة وخلاص. طب انت فكرت وواجهت ومش لاقي حل، خلاص سيبها بقى. خلاص بقى هنعمل لها ايه؟ طيب المشكلة دي ولا الدنيا دي ولا الناس اللي ظلماك دول هنعمل لهم ايه؟ خلاص سيبها وخليها على الله بقى. لكن انتحار مش عارفة يعني. أنا دايما كده أقعد أفكر إيه في الشخص اللي فكر في الانتحار. عندي إحساس إن هو الشيطان وسوس له جامد، قام بقى سخن من كتر الكلام اللي سمعه من الشيطان، قام قرر ينتحر. سواء بقى مثلا هياخد سم مثلا أو هينط من فوق. عندي إحساس إن لحظة اللي هو خلاص خد السم أو نط مثلا من فوق من مكان عالي، يعني احساسي بيقول ان الوقت ده بالتحديد اللي هو خلاص الوقت مش هينفع ينقذوه، بيندم. يعني بيحس ان احساسي بيقول لي كده ان في لحظه ان النهايه هو بيحس بالندم، ان يا ريتني ما عملت. يمكن كان في يعني ما اعرفش، انا بحسها كده. والله اعلى واعلم، يعني الله اعلى واعلم. ساعات والله العظيم لما بنسمع ان في مثلا شاب انتحر عشان مشكله ماديه، عشان دين، عشان مش عارفه حد اتنمر عليه، انت بيصعب عليك الشخص ده انه ودى نفسه في داهيه. مش الموت بقى هو الداهيه، لا، اللي ما بعد الموت. يعني ان عمل ذنب كبير كده عشان حاجه، يعني ناس كتير قوي شافتها ما فكرتش الانتحار. يعني انا بسمع مثلا عن شخص مثلا انتحر عشان مديون. طب ما ياما ناس كانت مديونه ولحست التراب وعاشت في الشارع وقعدت تستلف من ده ومن ده، ياما ناس يعني، وما فكرتش انها تنتحر، والدنيا عدت والدنيا اتسد ولا الناس سامحوا ولا اي حاجه، وخلاص الموضوع انتهى. ممكن بياخد وقت بس بينتهي. ما هو مفيش مشكله بتفضل مدى الحياه طول عمرها معاك، لا، ليها وقت سنه واتنين وممكن تقعد 10 سنين، بس هي في الاخر برضو ليها نهايه. كل بدايه وليها نهايه، كل مشكله خلاص ليها حل، ملهاش حل سيبها على الله. فانا بستغرب ان الناس بيفكروا في الانتحار عشان حاجات ليها حل، حاجات ناس تانية وقعت فيها وما فكرتش في الانتحار وعدت والموضوع عدى. انا مستغربه ايه اللي يوصل دماغك يعني كشخص لانك تنتحر. يعني انت مفكر ايه يعني؟ ما هو المشكله اللي ما بيبقاش ليها حل، بس حلها بقى عند ربنا. خلاص سيبها بقى، يلا انا مستني قدري بقى. لو انت حاولت وواجهت والدنيا ما فيش خالص، خلاص اقعد واستنى القدر بقى، ما تتكلمش بقى. لكن ان دماغك توديك للانتحار، يا ربي عشان حد ظلمك ولا عشان مديون ولا عشان، ياما ناس يعني ياما ناس اتظلمت وما فكرتش في الانتحار. بصوا انا ما اعرفش الظروف بالظبط اللي ممكن تخلي شخص يفكر في حاجه زي كده، يفكر ينهي حياته ويعذب اهله من بعده. ما اعرفش والله الظروف ايه دي بالظبط، بس يعني ربنا ما يوريها لنا، ربنا ما يورينا الظروف دي، وربنا ما يحكم فينا شيطان. ربنا يعني يهدينا ويثبتنا. الواحد بقى يعني من كتر ما بيسمع انتحار 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 وكله بقى يستسهل الانتحار، بقى سهل قوي. معرفش ليه، هل عشان كذا واحد يطلع يعلن ان هو انتحر او يصور نفسه وهو بيشرب الحاجة دي، فهل الناس بتشوفها بتستسهل الموضوع، بتحس يلا خليني اخلص من مشاكلي، ايه اللي هعمله هاخد بس حبايه كده وخلاص كده كل المشاكل انتهت. يعني هما بيحسوا ان لما بيفكر ينهي حياته هو ده اسلم حل، ده حل للمشاكل، بيستسهلوا الموضوع قوي. بس يعني هم شافوا يعني الشخص هو بينتحر، ما شافوش بعد الانتحار ايه بقى اللي حصل يعني اما نزل القبر قصدي، يعني ربنا يسلم.
فهم ما شافوش اللي بعد كده. فبلاش نستسهل، يعني بلاش نحس ان ايه خلاص هو مفيش حل غير الانتحار، خلاص الانتحار ده حاجه سهله حبايه وناخدها وخلصنا، ونقضي بقى على مشاكلنا ونريح نفسنا ونريح اللي حوالينا. بلاش المواضيع دي، بلاش نستسهلها. انت ما شفتش ايه اللي حصل له تحت. ربنا يسامحنا جميعا، ربنا يسامحنا يا رب. انا ما مش هقدر اقول يعني ايه اللي ان المنتحر طبعا استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، كافر. بس برضو انا ما اقدرش احكم على حد، ربنا وحده الاعلم بيهم، وهو اللي يحكم عليهم هم مين كافر ومين يستحق المغفرة يعني. انا مش هقدر اقول حاجة، بس انا بتكلم ان بلاش حد يستسهل الموضوع دوت. ايا كانت المشكلة، اكيد في ناس غيرك وقعت في نفس المشكلة وما فكرتش في الانتحار، والمشكلة عدت وراحت. ممكن تقعد سنين بس في الاخر هي بتعدي. لو انت عندك مشكلة كبيرة، اسأل الناس اللي حواليك ممكن تتحل ازاي، اسأل الناس اللي وقعوا فيها قبل كده عملوا ايه عشان يخرجوا منها. يا سيدي ما لقيتش اي حل، والله العظيم سيبها على الله، يعني انتهت حلول الارض، في حلول في السماء بقى بتاعت ربنا، استناها لما تيجي. لكن ما تفكرش انك تنتحر او تعمل اي معصية، يعني المشكلة بتزيد. متهيألي ان لما بيكون في مشكلة والواحد بيلجأ لربنا، ربنا بيقف جنبه بيحلها له والدنيا بتمشي. لكن لما بيكون في مشكلة وانت بتروح ناحية معصية، ايا كان المعصية، هي انتحار، هي شرب بقى مخدرات عشان تنسى، هي قتل، هي سرقة، المشكلة بتتعقد اكتر. يعني ربنا يمكن بيحطك في الابتلاء ده عشان يشوف مدى صبرك، مدى ايمانك، قوة ايمانك. فانت يا تفشل في الاختبار ده يا تنجح. تفشل انك تتجه لاي معصية، تنجح انك يعني تثبت، تدعي ربنا، تقرب من ربنا، تعرف ان خلاص ارمي توكلك على الله بقى واتكل على الله واستنى حلول ربنا خلاص لما ما تلاقيش حل يعني. لكن انك تفكر تنهي كده حياتك بمنتهى السهولة، ربنا يثبتنا، ربنا يثبتنا وربنا يستر، وربنا يعني ما يوقعنا في موقف نفكر فيه في الحاجة دي. ربنا يسلم، ربنا يسلم يا رب. ربنا يهدلنا أولادنا يا رب، يا رب يهدلنا أولادنا ونور بصيرتهم، اللهم امين، وثبتهم على دينهم، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يهدلنا اولادنا جميعا، ربنا يثبتنا على ديننا جميعا، وربنا يحسن ختامنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم نور غزة باهلها وعمر غزة باهلها، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مريض، امين يا رب العالمين. يا رب سدد دين كل مديون وفك كرب كل مكروب يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. الايام دي يا جماعه شهر شعبان الاعمال بتترفع فيه، داخلين على رمضان، يعني حاسه ان المفروض الواحد بس يجتهد شويه ويستعد لرمضان في في القرب من ربنا. ربنا يهدينا جميعا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.